شوفوا الأهلاوي قلبا وقالبا وجدا وستا وابنا وكل حاجة. بس أنا صعبان عليا، يعني أنا صعبان عليا اللي بيحصل في نادي الزمالك ده. لما يطلع لما يطلع رئيس نادي الزمالك بجلالة قدره ويجي يشخط في الناس: يا خطيب، كفاية سحر يا خطيب. مال الخطيب يا عم ومال والله انا بشفق، اقسم بالله بشفق على نادي الجزيره، اقسم بالله انا بشفق على نادي الزمالك ده ورئيسه. طبعا هو ماسك الميكروفون. انتوا عارفين ان عم منعم مش هو اللي جاب الجون؟ امال مين؟ سطلانه سطلانه. نفسي بقى انت تسكت وكل الزملكاويه يسكتوا. الاهلي كيان يا جماعه الخير. الاهلي فريق محترم، فريق عنده مبادئ. كابتن الخطيب راجل محترم، راجل مؤدب، راجل بيعرف يجيب لعيب، راجل بيعرف يدير النادي الاهلي لاجل جماهيره، لانه عارف هو لو عك شويه الجماهير مش هتسيبه، فهو متيقن بالطريقه دي. لكن جماهير الزمالك انا ما اعرفش بصراحه بامانه الله سايبه الموضوع ده ازاي. يعني انتوا حضراتكم بتعملوا ايه؟ مش فاهم انا. ولا هتاخدوا دوري ولا هتاخدوا كاس ولا هتاخدوا افريقيا ولا هتاخدوا حاجه ولا. الحق، اطهر الطاهر ضيع ضربه الجزاء، والماتش الترجي الجماهير اتخانقوا مع بعض، والرجاء 7 لعيبه اتعوروا، وكلام فارغ. كلام لا ما يقال، اللي هو كلام فارغ يعني. بصراحه يعني ده مش رئيس نادي ان هو يقول الكلام ده، كلام فارغ بكل معنى الحرف للكلام. دي مش منظومه كوره، دي مش منظومه كوره شغال. منظومه الكوره بتتبنى على اللعيبه، على الصفقات، على المدربين، على قطاع الناشئين، على الجماهير. والجماهير بتاعت الزمالك ده كبيره يعني. لكن انت مصمم وغيرك مصمم يا عم، خلاص. السطلانه جت عندكم ولا ايه؟ الله يخرب بيتك يا قطر يا طاهر النهارده. مال الخطيب ومال سطلانه انا مش عارف. ده بتاعت عباس حموده وعلى ربيع. وطلعوا الناس قال لك سطلانه طاهر محمد طاهر عملها ترند كله في الوطن العربي، والناس كلها بقت بتغنيه في التكاتك وفي التاكسيات وفي العربيات وفي البيوت وفي المحلات وفي كل حاجه. فرقه مبسوطه، واخده بطوله افريقيا، واخده بطوله افريقيا رقم 11. يعني لا مؤاخذه، يعني في افريقيا كلها تجتمع ان هم ياخدوا 11 ديت مش هياخدوا. ولسه يعني لسه السنه الجايه والسنه اللي بعديها. الاهلي كيان. انا بس بعرفك وبعرف جماهير نادي الزمالك ده ان الاهلي كيان. يا ريتكم انتوا تكونوا ربعه، لكن بالطريقه دي اللي انتوا ماشيين بيها دي تعالوا قابلوني. يعني خدوا بقى نصيحه مني من عبد الغلبان دي، تعالوا قابلوني، تعالوا قابلوني على اللي هيحصل في نادي الزمالك ده قريب. ولا حد هيسمع عليه، محجوز على ارصدته، ورئيس نادي فيه انا ما اعرفش بيعمل ايه كأنها عزبه كده ما اعرفش، واولاده ماسكين النادي. ما فيش رموز للنادي الزمالك. ما عادش في رموز لنادي الزمالك نهائي. رموز النادي الزمالك دي انعدمت من الكلام، ما عادش حد بيتكلم. خلاص ما تتكلموش. يعني انتوا ما بتتكلموش على نادي الزمالك بتاعكم، جايين تتكلموا على النادي الاهلي ليه؟ انتوا مالكم؟ انتوا اهلاويه؟ انتوا مش اهلاويه والله، انتوا زملكاويه محطوطين كده في اليخت، زملكاويه. اتكلموا عن النادي بتاعكم بس فقط لا غير. اما اختصاصات النادي الاهلي ليه يعني؟ ليه ناس بتدافع عنه؟ ليه ناس موجوده عليه؟ خليكم في الخيبه التقيله والخيبه الناقعه اللي عندكم. اما انكم تقعدوا تدوروا بقى في نادي الاهلي عمل ونادي الاهلي خلى ونادي الاهلي سوى، يا عم مش مطلوب منكم انتوا تعملوا كده. انتوا مطلوب منكم انتوا تشوفوا فرقتكم ايه اللي ناقص فيها، ايه التدعيمات اللي عاوزه تتعمل، ايه المدرب اللي يجي
ازاي انا اجيب فلوس عشان اقوي اللعيبه؟ دي مطلوب منكم كده. استفسروا عن نادي الزمالك فقط لا غير، ما تستفسروش عن اي نادي تاني. لكن انا مستعجب، يعني انا زملكاوي واروح ادور على مانشستر سيتي. يا عم انا مالي، انا مالي ومال مانشستر سيتي؟ الزملكاوي اروح ادور على الرجاء. يا عم انا مالي ومال الرجاء؟ كل شويه يطلع كلام كده تعبان، سحر وبحر ومش عارف ايه. يا عم ارحمونا علشان احنا مررنا اتفقعت.